السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهديني ومتابعيني في الدنيا؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل مع بعض حبة قراقيش في منتهى الجمال، وهنطلع منها القرص الجميلة دي وبقلل التكلفة. ويلا بقى بينا يا حبايبي على المقادير. انا طبعا هدي تحميصة كده حلوة للياسون والشمر، وبعد كده هطحنهم في المطحنة. تمام كده اهوت. انا مستخدمة دلوقتي كيلو من الدقيق، عليهم كوبايه ونص من الحليب، بس هنزل عليهم 4 معالق من السكر، وطبعا كيس باكو خميره الفوريه ديت، واسيبهم يتفاعلوا معايا لحد ما انزل المواد الجافه مع بعض. زي ما انتم شايفين اهو، طحنت طبعا اليايسون مع الشمر، واخد من كل حاجه معلقتين، ومعلقه كبيره من بيكنج باودر، ورشه من الملح، وكوبايه كبيره من السمنه، وتلت كوبايه من الزيت. تمام كده اهوت. انا طبعا هديها عمليه بس كده بسيط لحد ما اشرب السمنه في قلب الدقيق مع المواد الكافيه. شايفين عامل زي حبات الرمليه اهيت. هنزل بقى عليهم بكوبايه ونص تاني من الحليب لحد ما العجينه تلم معايا. انا هلف بالحليب، مش هستخدم ميه. تمام كده اهوت لحد ما تلم معايا، وبعد كده هقول لكم في الاخر انا استخدمت قد ايه من الحليب. شايفين جميله ازاي؟ والله عليها الريحه في منتهى الجمال. اليايسون طبعا عامل شغل جامد مع الشمر في منتهى الجمال. هسيبها طبعا تخمر معايا. في الجو ده مش هتغيب اقل من نص ساعه. تمام كده اهوت، خمرت معايا كفايه اهيت. طبعا هنزل منها الهواء، واديها طبعا عجنتين كده اهوت، وهغطيها عشان ما تنشفش معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى، احنا قلنا ايه، هلفها كده اهوت، وهنعمل بقى القراقيش اهوت. الحجم طبعا اللي انتوا عايزينه. انا هعملها كده وسط في منتهى الجمال اهوت. طبعا السكم طبعا يبقى اقل من 2 سنتي عشان لسه تخمر معايا وتتفاعل معايا. طبعا فيها طبعا خميره وفيها البيكنج باودر. شايفين جميله ازاي؟ طبعا دهنا الصينيه زيت بسيط. هسيبها بقى تخمر، وتعالوا بقى نعمل حبه قرص كده جميله. طبعا برضو الحجم اللي انتوا عايزينه لكم في مطلق الحريه. انا هعملها صغيره كده حلوه. شايفين جميله ازاي؟ واخده طبعا راحه كفايه اهي. تمام او كده. هشوكها بقى كده، اديها شكل كده. تمام او كده. هسيبها بقى جنب اختها تخمر. طبعا خمرت معايا اهي على درجه حراره 180، بتقعد في الفرن نص ساعه. شايفين ريحتها جميله ازاي؟ الله عليها، تحفه، جميله جدا وطريه وحلوه. ده شكل النهائي معاكم يا حبايبي. يلا بقى جربوا، قولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى شير ولايك واشتراك في القناه عشان تنزلوا كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.